السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات لاحظ وتعلم صفحة 178 إلى صفحة 182 سلاح التلميذ لغة عربية الصف السادس الترم الثاني. يا ريت يا أبطال ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات الواجبات. بسم الله، احنا بنحل مع بعض يا حبايبي كتاب المدرسة، وبنحل كمان الكتب الخارجية والكتب المدرسية وكمان التقييمات الأسبوعية. إن شاء الله تستفادوا معانا كتير جدا في القناة. يقول لك هنا اختر الفعل المناسب مما بين القوسين. افتح النافذة ليتجدد الهواء. طبعا اللام هنا حرف جر. ايه اللام هنا؟ مش حرف جر، اللام هنا لام تعليل بتدخل على الفعل المضارع فبتنصبه. احنا طبعا درسنا قبل كده ان ادوات نصب الفعل المضارع 5: ان، لن، كي، حتى، لام التعليل، ودول كلك ما بيدخلوش الا على الفعل. خلاص. وطبعا الفعل بدل ما يكون فعل مضارع مرفوع بالضمه بتخليه فعل مضارع منصوب بالفتح. طب بص كده، افتح النفاذه ليتجدد، هتقول يتجدد دي فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحه. ليه؟ لانه سبقه اداه ايه؟ اداه نصب اللي هي ايه؟ لا، لام التعليل. بيقول لك لن اقبل بالظلم ابدا، هتقول له اقبل لان دي لن دي من ادوات نصب الفعل المضارع، ما ينفعش اقول اقبله. طيب هنا هتقول له اتحدث، دي بقى خلاص هي لا سبقتها لا ناصب ولا جازم، هتبقى فعل مضارع مرفوع بالضمه. يبقى اتحدث 3 لغات. اتقن يا اخي عمله حتى. نخلي بالنا بقى ان حتى دي ادوات نصب الفعل المضارع، يعني الفعل المضارع اللي هيجي وراها هيكون منصوب. يثبتا ذاته. جهز حقيبتك قبل ان تسافر، وان اداه نصب الفعل المضارع هتخلي الفعل المضارع منصوب على طول عليه فتحه. طيب تساعد، طبعا ما فيش هنا لا ان ولا نكاري ولا لم ولا حتى ولا لام التعليل، يبقى اذا فعل مضارع مرفوع بالضمه. تساعد سلوى صديقتها. نلعب الرياضه كي، خلي بالك بقى كي اهي هتخلي الفعل المضارع منصوب بالفتحه. خرج ابي مسرعا لي، برضه هتخلي الفعل المضارع منصوب بالفتحه. يدرك. يلا حبايبي استخرج ادوات نصب الفعل المضارع في الجمل واضبط اخر الفعل. حرص، هو عامل لك اول واحده قرأت البنت النص كي تفهم. كي اهي وهتقول له تفهم على فتحه. طيب لن اتمكن، يبقى لن اهي وهتقول له اتمكن اهي تحط عليها فتحه. دي اداه النصب الفعل المضارع لن اهي، والفعل المضارع بتحط عليه فتحه. دعوت الله حتى تتحقق. حتى دي اداه من ادوات نصب الفعل المضارع والفعل اللي وراها بيجي منصوب بالفتحه. ان اداه نصب من ادوات نصب الفعل المضارع، تحط الفعل اللي وراها الفعل المضارع بيكون منصوب بالفتحه. اللام حرف ايه؟ حرف تعليل هنا، وتقول له تعرفه هتقول له فعل مضارع منصوب بالفتحه. يلا يا بطل، بيقول لك هنا اكمل الفقره التاليه مستخدما ادوات نصب في موضعها. هتقول له كلما اردت ان اجدد طاقتي، هتقول له هنا ان اجدد. ذهبت الى الريف المصري الجميل حيث الطبيعه الخضراء والنفوس الطيبه الصافيه. وانت اذا زرت الريف المصري يوما فانك لن تغادر، لن تغادر المكان حتى تكتشف ان الله تعالى قد حبى مصرنا نعمه غالية وتتمنى أن تعود مجددا لتستمتع بهذا الجمال. إذا كل الحروف دي حبايبي اللي دخلت دي أدوات النصب دي كلها بتخلي الفعل اللي وراها إيه؟ منصوب بالفتحة. تكتشف، تستمع، أجدد، يذهب. خلاص. طيب بيقول لك هنا صوب ضبط آخر الأفعال التي تحتها خط موضحا السبب. أقرأ كثيرا حتى تتسع، هتحط هنا فتحة يا شباب، ما ينفعش بقى سكون لأن دي أداة من أدوات نصب الفعل المضارع حتى. يبقى الفعل هنا هتقول له تتسع، هتقول له هنا سبقته أداة نصب اللي هي إيه؟ حتى. خضعنا حرب أكتوبر لنستعد، لا هي المفروض لنستعد لأن اللام دي حرف إيه؟ أدواه من أدوات نصب الفعل المضارع لام التعليل. هتقول له هنا سبقته أداة نصب وهي لام التعليل. من المهم أن ينظم الطلاب أو قاتمة، تقول له أن ينظم فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة وسبقته أداة إيه؟ نصب أن. لن يخالف، هتقول له يخالف، دي سبقته أداة من أدوات نصب الفعل المضارع لن. حنا صفحة 178، ننتقل لصفحة 179. اختر الحالة الإعرابية الصحيحة. الأفعال المضارعة: بيحرس الفلاح الأرض، تقول له مرفوع بالضمة. توجهت إلى بيت صديقي لأزوره. هنا اللام برضو حبايبي حرف إيه؟ حرف تعليل. لام دي لام تعليل بتنصب الفعل، هتقول له هنا منصوبة لأنها مسبوقة بلام التعليل. طبعا احنا عارفين ان لام التعليل ما بتخش الا على الفعل، انما لام الجر هي اللي بتدخل على الاسم. لن اتكلم حتى تنتهي من حديثك. حتى دي من اداه من ادوات نصب الفعل المضارع، يبقى تنتهي هتقول له هنا منصوبه لانها سبقت بايه؟ بحتى. هنا حبايبي بيقول لك يزرع الفلاح كي يوفر الغذاء، هتقول له يزرع وده فعل مضارع مرفوع بالضمه. ويوفر دي هتقول له يوفرها، هتقول له منصوبه بالفتحه عشان سبقته كي. كي دي اداه من ادوات نصب الفعل المضارع. الطفل يمسكه، يمسكه دي فعل مضارع مرفوع بالضمه اهي، هتقول له يمسكه وده مرفوع بالضمه. باللعبه ليكتشفها، هتقول له يكتشفها دهيت، هتقول له يكتشف دي فعل مضارع ومنصوب لانه سبقته لام التعليل. نؤمن بقضاء، نؤمن فعل مضارع مرفوع بالضمه اهو، هتكتبها هنا بالضمه. طيب حتى نسعد، عندك نسعد ده هي حبايبي هتقول له فعل مضارع منصوب بالفتحه لانه سبق بايه؟ باداه نصب. احنا عرفنا اداه النصب ان لن كي حتى لام التعليل سبقت بحتى، ودي اداه نصب تخلي الفعل المضارع وراها على طول منصوب.
يجب ده فعل مضارع مرفوع بالضمه اهو، ما فيش قدامه لا اي اداه لا نصب ولا جزم، يبقى دي فعل مضارع مرفوع بالضمه. ان نحترم، بص عندك انا اهي، يبقى هنا هتقول له تحترم فعل مضارع منصوب. طيب يطير فعل مضارع مرفوع بالضمه. يجمع فعل مضارع منصوب بالفتحه سبقته لام التعليل. لا اسيء، هتقول له اسيء فعل مضارع مرفوع بالضمه. الى احد كي ارضى، هتقول له كي هنا اداه من ادوات نصب الفعل المضارع، وارضى هنا هتقول له فعل مضارع منصوب بالفتحه. اجعل الافعال الملونه مضارعه منصوبه مع ضبط اخرها. طيب اجل صديقي موعدنا وسلم المشروع، هتقول له اجل صديقي المشروع ليسلم المشروع. هنا هتقول له سر على الرصيف حتى تتجنب الخطر. قلل أخي من استخدام الهاتف، حط فاصلة كي يطيع نصائح أبي. قرأت عن تقنية الواقع الافتراضي، لا تقول له لأعرف، حطينا هنا أدوات من أدوات نصب الفعل المضارع. لأعرف عنها، كي يطيع، كي تتجنب، ليسلم. خلاص. طيب برضو هنا برضو نفس الحكاية، ادخرت من مصروفي حتى أحصل. خلاص. عن صفحة 179 يا حبايبي، ننتقل إلى صفحة 180. متنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة. معلش الأسئلة دي أسئلة مقالية بتكتب فيها كتير. أجب عن الأسئلة باستخدام أداة النصب. طب لماذا يسرع أخوك في سيره؟ هتقول له كي يصل في موعده. يصل فعل مضارع منصوب بكي، هتقول منصوب بالفتح. لماذا نتناول الطعام المتوازن؟ هتقول له لأحافظ على صحة بدني. هل تحبون مساعدة الناس؟ هتقول له نعم نحب أن نساعد الناس. هل ستسافر أسرتك قريبا؟ تقول له لا، لن تسافر أسرتي. لماذا تتابع نشرة الأخبار؟ هتقول له أتابع نشرة الأخبار حتى أتابع الأحداث. هنا بيقول لك حدد الكلمات المنصوبة في الجمل الآتية ثم أكمل الجدول. هتقول له الكلمة المنصوبة هنا هتقول له ساطعة، ودي الفتحة لأنها خبر كان منصوب بالفتحة. إن المجتهدين، هتقول له المجتهدين دي اسم إن منصوب بالإيه؟ بالياء، لأنه إيه؟ لأنه جمع مذكر سالم. هنا عندك برضو لعل القدس تتحرر، هتقول له عندك هنا كلمات مفيش هنا عندنا خالص حاجة منصوبة. قرأت الخبر، هتقول له الخبر هنا يا حبايبي اهو، هتقول له الفتحة لأنه مفعول به. اقرأ لتزداد معلومات، اقرأ لتزداد معلوماتك. تزداد هنا فعل، هتقول له هنا فعل مضارع منصوب بالفتحة لأنه سبق بلام التعليل. هنا بيقول لك ضع الأفعال التي أمامك في جملتين حيث تكون في الأولى مرفوعة وفي الثانية منصوبة. طيب بيقول لك هنا يسافر، تقول له يسافر أبي كل شهر، وانا كده خليتها مرفوعه. يسافر، عايزه اخليها منصوبه، تقول له لن يسافر، حطت لها اداه من ادوات نصب الفعل المضارع. طب يستعد، هتحط عليها ضمه. يستعد اخي للامتحان، عايزه اخليها منصوبه، تقول له يذاكر اخي ليستعد، سبقتها من التعليل اهي. يشاهد السياح، يشاهد السياح الاهرامات. يحرص السياح ان يشاهدا الأهرامات. يلا يا حبايبي اعرب ما تحت خط في الجمل. اذهب للإطمئنان، أثبت له فعل مضارع مرفوع على رفعه الضمة. للإطمئنان اسم مجرور على مجره الكسرة. توجهت للمكتبة، تقول المكتبة هنا اللام حرف جر والمكتبة اسم مجرور. ولأقرأ فعل مضارع منصوب بالفتحة. يطور فعل مضارع مرفوع بالضمة. الإنسان نفسه حتى ينجح، عندك هنا ينجح دي فعل مضارع منصوب بإيه؟ بالفتحة لأنه سبقته إيه؟ حتى. ندركه فعل مضارع مرفوع على رفعه الضمة. أن التعاون، تقول التعاون دي اسم إيه؟ اسم إن منصوب بالفتحة. حلنا صفحة 180 يا حبايبي، ننتقل إلى صفحة 181. ما تنسوش يا أبطال تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي من حل التدريبات والواجبات إن شاء الله. يقول لك هنا يا بطل أصبحت تطلب منه أن ينفذ لها مهامها المطلوبة منها حتى صار يقوم بواجباتها بدلا عنها وينظف غرفتها وهي تلهو بهاتفها. ومع الوقت أصبحت ميار تعتمد على الروبوت ميرو في أن يقوم بالمهام الاختيارية المطلوبة منها. استخرج من الفقرة فعل مضارع، تقول له ينفذ فعل مضارع منصوب. ينفذ فعل مضارع منصوب خلاص لانه سبقه ايه؟ ان، وان دي اداه من ادوات نصب الفعل المضارع. علامه النصب هتقول له الفتحه، اسم مجرور هتقول له هاتف. خلاص يا حبايبي. طيب هنا بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. تطلب موقعها في الجملة، هتقول له خبر لفعل ناسخ. كلمة مهام معرفة بالإيه؟ هتقول له معرفة بالإضافة. طيب كلمة ميار هنا إيه؟ هتقول له اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضم. أصبحت ميار، ميار هنا اسم أصبح مرفوع بالضم. يقوم، أن يقوم هتقول له فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه سبقه طبعا أن. هتقول له هنا في الفعل المضارع في الجملة دي هتقول له تتخذ وعلامة نصبه هتقول له الفتحة. اسم معرفة معرف وباين نوع هتقول له ميار، وده عالم طبعا لأنه اسم بنت. طيب هنا بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين حرف اللام في لتصل، دي أداة نصب.
كلمة النتائج مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. ضع حتى مكان الكلمة الملونة، هتقول له حتى يساعدها. طيب هنا بيقول لك شارك. ضع علامة صح أمام المهام اللي يمكن الاعتماد فيها على الرباط بشكل إيجابي، هتقول له الأعمال الشاقة والمتكررة في المصانع لساعات طويلة بكفاءة وسرعة ديت. الحصاد الآلي والري الذكي في الزراعة ديت ماشي. عمليات الإنقاذ من الكوارث الخطيرة مثل الحرائق والزلازل دي جميلة جدا. إنما مراقبة إشارات المرور طبعا برضو كويس، والكشف عن أي خلل أو تلف في السيارة دي حلوة. إنما كتابة الأبحاث وأداة التجارب النيابة عن طلاب العلم لأ. أنا صفحة 181، ننتقل لصفحة 182 الصفحة الأخيرة. قيم نفسك معيار والروبوت. بيقول لك هنا تحكي بمعنى ايه؟ تقص. ضد كره ونفور عكسها شغف. عكسها ايه يا حبايبي؟ شغف. طيب مفرد لمسات لمسة. صح وخطأ. دعت ميار صديقتها لمساعدتها في تنظيف البيت وتجهيز العشاء، تقول له خطأ. يستطيع الروبوت القيام بالمهام بشغف وإبداع، هتقول له خطأ. كيف استفادت ميار من الروبوت لتسهيل حياتها؟ تقول له في تقطيع الخضروات وعجن الدقيق لتجهيز الفطائر. يبقى في تقطيع الخضروات وعجن الدقيق لتجهيز الفطائر. سأنتظر حتى تعود من التدريب. تعود فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. أهمل دروسي، هتقول له لن أهمل دروسي. أنام مبكرا كي أحافظ على صحتي. عليك أن تفرغ من مهامك قبل اللعب. الروبوت هو جهاز متطور يبرمج ليقوم بمهام محددة بشكل ذكي، يتميز بقدرته على أن ينفذ المهام بدقة وسرعة، ويعمل العلماء على تطويره كي يتمكن من العمل في بيئات صعبة. فعل مضارع هتقول له يقوم. فعل مضارع مرفوع فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة. فعل مضارع مرفوع هتقول له يتميز. اختار كلمة ينفذ، هتقول له هنا فعل مضارع منصوب. كلمة كي أداة نصب. احذف أداة النصب وغير ما يلزم، هتشيل كي. بيقول لك هنا كي يتمكن من العمل، هتشيل كي ديت وتقول له يتمكنوا، هتخليها بقى على ضمة بقى لأن ده فعل مضارع مرفوع بالضمة. إنما أنت لما تشيل كي ديت خلاص بقت فعل مضارع. إنما لو سبت كي هتخليها يتمكن، لأن كي بتخلي الفعل اللي وراها دايما منصوب بالفتحة. كده حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح يا رب. لايك وشير واشتراك في القناة حبايبي. مع السلامة.